السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير البنات. اليوم جيتكم بوصفة ليكورني. نبداو هنايا بالمقادير. هنايا عندنا 3 ملاعق تاع فارينة كبار، وهنايا عندنا مغرف كبيرة تاع خميرة ومغرف كبيرة تاع سكر، وهنايا عندنا كاس تاع حليب كاس تاع ماء دافي، وعندنا كاس حليب دافي، وعندنا هنايا خميرة الحلويات، وعندنا رشة تاع ملح، وعندنا عظمة. نبداو هنايا نحطوا العظمة تاعنا، ونزيدوا معاها هنايا الكاس تاع الحليب دافي، ونزيدوا معاها هنايا الكاس تاع ماء دافي، ونحركوا مليح. هنا نحركوا يدخلوا كامل المقادير في بعضها. هنايا بعد ما خلطنا رايحين نزيدوا المغرف كبيرة تاع السكر، ومعاها مغرف كبيرة تاع خميرة تاع الكسرة، خميرة تاع الخبز كيما نقولوا حنا. نزيدوا نحركوا هنايا مليح. نزيدو نجيبو هنايا كيما قلتلكم 3 مغارف تاع فارينة، هناها متخلطوا كامل مع بعضهم. نروحوا دركا واش نديرو، نجيبو البابي ونغلفوه. هنايا درك هنايا بعد ما خلطت كلش وحطيت الخليط تاعنا وغطيته وخليته، شوفوا كيف ما يتفاعل هاوليك يدير هذيك الرغوه. شوفوا زيما هاليك زيما، شوفوا كيف ما ولا الخليط تاعنا. ها كيما هكا نجيبو دركا ونخلطوا له، نحطوا الفارينه ونحطوا المغرفه هذيك تاع الخميره تاع الحلوى، ورشه تاع الملح والثوم بودر. هنايا الثوم بودر الدور تاعو يخلي العجينه تجيكم بنينه. نجيو دركا هنايا الفارينه تاعنا كيما قلت لكم ديما نصيروه. خلطوه صح هكا شويه. نحطو بشويه الفارينه ونخلطو كيما هكا.
نخلطو هنايا مليح كيما هكا. ونجيبو هنايا الزيت ونزيدوه ونزيدو نخلط. هنايا عندنا نص كاس تاع زيت. هنا تبقاو تحطوا في الفارينه حتى انت تحصلوا على عجينه طريه، ما تكونش طريه ياسر، عجينه تسمى تكون مليحه برك. هاي ليكم العجينه تاعنا، ها هي بعد ما خليتها خمرت شويه. نجيو دركا نقسموها ونحلوها مع بعضنا بالقراص. هنايا المقادير هذوما يديروا لكم كميه ما شاء الله. حلوها هنايا بالقراص. هنا يستعملوا الفارينة يا سماطرية العجينة شوية تلقاوها تتلاصق. ها هنا تخلوها على شكل مستطيل يعني راح تسمى نقصوها بعد هكا بالطول باه نديرو اشرطة طوال كيما هكا ونخدمو به. وهذه كمزيمة. هنايا ما يكونوش رقاق ياسر وما يكونوش خشان ياسر. شوفوا كيف ما ها زي ما يكونوا. ها هذا هو السمك تاعهم كيما هكا.
هنايا هاني بعد ما حطيت لها دي كما قلت لكم المغرف صغيره تاع الخميره، ها هي كيلت بهذه تخميره الحلوى ومغرف تاع ثوم، وحطيت لها الملح. هنايا دركا نخليوها تزيد تريح شويه ونرجعوا لها، نغطيوها هنا ونخليوها ونرجعوا نختموا بها. كيف ما قصيتهم بالجراره، ها تستعملوا هذه والله الموس، واش تحبوا تستعملوا تستعمل. نجيو نحيو كيما ولا يعيط، انا راح ندير الفيديو هو ولا يعيط. هذيك مهنازمة بعد ما خدمتهم في الكورني تاعهم، ديروا هنايا كيما هك، تمشيوهم شويه هكا وتحطوا في البلاطو. هنايا الفوره ويكون مسخن من قبل، تما هنا ديجا كيما بديت نخدم بعد الفور تاعي كان قاعد يسخن. بعد نزيدو نجيو هنايا هاكم كيفاه دير كيما هك، ها تسمى ديروا وحده فوق وحده حتى نتكمل. هازمة نجيو نزيدو نحطوها ونديرو كيما هكا، تسمى باه يلصقوا في بعضها. هاديك مزيمة هنايا هاكم تنحيو كيما هكا اللي من تحت وتعدلوه. وهنايا لي كورني تاعكم كي تحطوهم راكم تحطوا على الجهه اللي قفلتوا عليها. نسيت ندير معاكم هذه. هنايا بعد ما لي كورني تاعي خدمتهم ودهنتهم بالاصفر طلع طعم، حطيت فيه الحليب وحطيت فيه شويه تاع قهوه ودهنتهم ودخلتهم للفور يطيبوا. الفور كيما قلت لكم يكون مسخن من قبل. نجيو هنايا عندنا سكالوب مرحي، نزيدوا فيه الثوم بودر، نزيدوا فيه العكري حار، ونزيدوا فيه راس الحانوت، ونزيدوا له شويه توابل تاع دجاج كيما هكا، ونحطوا له شويه زيت ونحطوه يتقلى على نار قليله. نروحوا دركا نديوه يتقلى على نار قليله ونرجعوا نكملوا مع بعضان. هامليكم هاتو هم لي كورني تاعنا بعد ما طابوا، ها جاو الله يبارك ما شاء الله. ها هما كيف ما دوكا نروح نوجد لهم الحشو تاعهم ونرجعوا نعمروهم مع بعضان. هم لي كورني تاعنا بعد ما كملتهم. هام ليكم زيماه ما تسمى، ما نعتذر منكم ما كملتش معاكم الطريقه كامله، تسمى زربني الوقت ما درتهم عمرتهم. شدوا الحشو هذاك اللي قلت لكم عليه تاع قلت لكم اللحم مرحي ومعاه التوابل هذوك اللي حطيت ومعاه زيتون اخضر وقليتهم مليح، من بعد زدت لهم معدنوس وزدت لهم الفرماج وخلطت مليح حتى تحصلت على خليط. هذاك هو اللي حشيت به. كي حشيتهم وليت درت لهم هذا الفرماج رابي من الفوق. ها مليكم زيما جاو الله يبارك ما شاء الله، ها جاو طريين خلا، شوفوا كيف ما ها هما جاو الله يبارك ما شاء الله، شوفوا كيف ما. وهذه هي الطابله تاعي تنهار اليوم تاع فطوري. هاي ليكم زيما، ما هي هنايا شوربه اللي شاركتها معاكم هذيك شوربه فرميسال. هنايا لي كورنيه دوكا محشيين. هنايا بقات لي لوبيا ديكا كيما قلت لكم ما نحبش نطيش انا الماكله، لازم شدوا ياكلوها يكملوها ما فيهاش. هنايا شويه تاع ديسار سلطه تاع ماسيدوان. وهنا هذيك البطاطا اللي درتها مقلوبه البطاطا اللي درتها البارحه زدت عاودتها لهم برك.
هذا هو فطورنا تاع اليوم، الحمد لله على النعمة. اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. ها هو هذا هو فطوري. وش راح نقول لكم، ان شاء الله تنال الوصفة اعجابكم وتجربوها بإذن الله، ونتلاقاو في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.